السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. بكرة بإذن الله أول يوم رمضان. تعالي بقى لما أوريكي بودرة الستوبيا بتتعمل ازاي، وهتديكي الفوليوم العالي اللي انت شايفاه ده، وهتديكي اللون الأبيض الناصع، وهتديكي كمان الطعم الحلو جدا، أحلى كمان من اللي بتجيبيها الجاهزة من بره. وكمان هديكي كمية حلوة جدا تكفي معاكي طول شهر رمضان. بجد حاجة جميلة جدا. بس أهم حاجة أول يعني قبل ما تشوفي الفيديو بتاعي يا ريت تعملي لي لايك وشير واشتراك للقناة عشان يوصل لك كل جديد لو اول مرة تشوفيني. وبعدين تعالي بقى يلا اقولك على السر اللي هيديكي الطعم بتاع طعم الصوبيا وشكلها وطعمها وريحتها هتلاقيها تحفة. معايا دلوقتي انا لبن بودرة منزوع الدسم، هاخد منه كوباية. لو عايزة تزودي من اللبن البودر براحتك، انا خدت منه كوباية. تاني مكون معايا اللي هو السكر البودر، هاخد برضو منه كوباية، ودي طبعا على حسب الرغبة. عايزة تزودي من السكر البودر براحتك، مش عايزة برضو براحتك. انت عايزة تزودي مثلا ساعة اما تيجي تعملي اما تيجي تعملي الصوبيا بتاعتك كل يوم برضو براحتك. تالت مكون معايا اللي هو الكريم شانتيه البودر، انا هاخد منه 3 معالق كبار او نص كوبايه من الكريم شانتيه البودر. ليه الكريم شانتيه؟ علشان خاطر ان هو يديني فوليوم عالي، ويديكي الطعم بتاعه يكون كريمي بالشكل ده. تالت مكون معايا بقى، بس اهم حاجه خليكي مركزه في المكونات كويس قوي. انا هكتب لك المكونات في الاخر علشان تعرفيها، وورقه وقلم واكتبي. ده المكون التالت ده معايا اللي هو كاستر جوز الهند. كاستر جوز الهند ده اللي هيديكي طعم الصوبيا كأنك شارياها من بره، وحاجة بجد فخمة. انا خدت معلقة منها، معلقة هرمية كبيرة. المكون ده بقى اللي هو اللي هيديكي تقل الصوبيا، هو ده المكون الاساسي السحري اللي انا بقولك عليه. ده بقى اسمه بودرة الرز البودر. انا هاخد برضو منه معلقة. دي هتديكي بقى قوام في الصوبيا، وهتخليه يكون تقيل شوية معاكي، ما تكونش خفيفة، ويديكي كمان طعم حلو برضو. انا خدت برضو منه معلقة. ايه بقى اللي هيديني بقى لون ابيض قوي وناصع قوي؟ ايه اللي هو مكسب اللون، مكسب لون ابيض. دي المكونات الاصلية الصحيحة للصوبيا. اي حد هيقولك على اي مكونات تانية هتبقى غلط، هتديكي بس طعم مجرد كده، طعم كده عادي وخلاص. لكن انا بديكي الطعم الاصلي الصحيح بتاع اللي هي العلب المعلبة اللي هي العمان دي احلى كمان منها واقوى منها، الطعم بتاعها شديد جدا. انا خدت منها معلقة الا ربع هرمية. دي بقى فانيليا، بس الفانيليا الخام انا خدت منها ربع جرام من البودرة الخام اللي هو بتاع الفانيليا. هقلب المكونات بتاعتي كلها كده على بعض علشان كلها تتجانس مع بعض. انا حطيت لك اهي خديها كده سكرين على الحاجات اللي انت هتجيبيها للصوبيا: اللبن البودر المنزوع الدسم، السكر البودر، الكاستر، جوز الهند، كل الحاجات اللي انا قلتلك عليها. تعالي بقى لما اوريكي الشكل بتاعها. هحط لبن، او لو عايزه تحطي ميه حلوه جدا حتى بالميه، انا عملتها كمان بالميه كان طعمها حلو قوي، مش محتاجه حتى لبن. هنحط على كل كوبايه هتحطي معلقه صغيره، هي مش محتاجه معلقه كبيره ابدا، تحطي معلقه صغيره على كل كوبايه. شوفي بقى، عايزه تعمليه بلبن او تعمليه بميه براحتك، عايزه تزودي السكر برضو براحتك. بصي التقل بتاعها بقى والقوام بتاعها. هوريكي كمان الفوليوم بتاعه طبعا، عشان انا بنزل من الخلاط، فطبعا الفوليوم بتاعه سقط لتحت. هوريكي بقى الفوليوم بتاعه في الاخر. بص الفوليوم بقى اهو، عامله فوليوم عالي جدا، وكان طعمها خطير بجد. احسن لك اعمليها في البيت، بجد اللي في البيت احسن من اللي انت بتجيبيها من المحلات. وهو ده الشكل النهائي بتاعها. بصي تعالي اوريكي الفوليوم اهو، مقرب عليها اهو.
وادي وبصي عملت بودرة منها قد ايه. احتفظي بيها في دولاب المطبخ او احتفظي بيها في التلاجة براحتك خالص، ومعاكي كمية تكفيكي طول شهر رمضان. واهم حاجة تكون تحسي ان انت بتعملي الحاجة وانت مرتاحة. الحاجة اللي انت بتعمليها في بيتك بتكون مرتاحة جدا، تكوني كويسة جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.